السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كيفكم؟ إن شاء الله تكونوا طيبين. اليوم راح أسوي معاكم خلطة أو وصفة للشعر، تشيل التقصف وتعطي صحة ولمعة ونعومة للشعر. العيد اللي فات الكل يسأل إيش أستخدم لشعري، حتى البعض خمن إني أحني شعري. طبعا أنا ما أحني شعري، علشان كل بعد فترة وفترة أصبغ شعري. فهالعشبتين هي اللي أنا أستخدمها في الوصفة. هي عشبة هندية، عشبة الإملا أو الأملج، وعشبة النيم. طبعا عشبة الإملا والنيم في كل الخلطات للشعر والوصفات جدا جدا تعالج الشعر من التقصف ومن الهيشان ومن كل ما يتعرض له الشعر من أضرار من الصبغة وسحب اللون والأشياء هذه. فطريقة الوصفة: كاستين موية، ونجيب ملعقتين من عشبة الإملا أو الأملج وملعقتين من عشبة النيم، ونحطها على الموية، ونحط معاها ملعقتين صغيرة زيت جوز الهند وملعقة صغيرة زيت دابر إملا. نحركها ونرفعها على النار حتى تبدأ تغلي مدة 5 دقايق فقط، علشان ما تفقد فوائدها بس تبرد. نصفيها بزجاجة ونحتفظ فيها بمكان بالثلاجة. طريقة الاستخدام: نستخدمها على كامل الشعر بالفروة، نشبع فروة الشعر من الخليط ونتركها راح تنشف على الشعر، نتركها لليوم الثاني، أو نغسلها يعني نحطها بالليل نغسلها بالنهار، أو مدة 2 أو 4 ساعات. واغسلي شعرك وقولي لي في الكومنت استفدتي منها أو لا. أتقبل كل التعليقات سواء إيجابية أو سلبية، ما عندي مشكلة. ولكم تحياتي، نوال نينو بيوتي.